اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. جسمك مع الوقت بيمتلئ بعدد كبير جدا من السموم من عدة مصادر انت بتاخدها يوميا، سواء من الهواء اللي انت بتستنشقه كل يوم او من الاطعمة اللي انت بتاخدها او حتى من الادوية اللي بتدخل جسمك. الكبد هو اللي مسؤول عن انه يخلص جسمك من كل السموم دي، وكل يوم بيعيد نفس الوظيفة بتاعته. لكن مع الاسف كل ما النظام بتاع الجسم وكل ما الجسم اصبح ملوث واصبح مليان بالسموم بشكل اكبر، فده بيخلي عملية حرق الدهون تكون اصعب ما يمكن. خدها قاعدة عامة امشي بيها في حياتك، لو الجسم بتاعك سليم او نظيف من جوه فهو يقدر يشتغل زي آلة لحرق الدهون. علشان كده في حلقة النهاردة بشوية مكونات بسيطة موجودة عندك في البيت هقدر اساعدك انك تبدأ عملية حرق دهون الجسم والبطن حتى اثناء النوم. النهاردة مفيش تسخين، مفيش اي حاجة معقدة، الحاجات اللي هنستخدمها والطريقة ابسط ما يمكن. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. الليمون واحد من العناصر اللي بيتمتع بخصائص شفاء عالية جدا، وده راجع لانه غني جدا بفيتامين سي. ده بيساعدك على توازن البي اتش داخل الجسم بتاعك، ده غير انه مهم جدا ومؤثر وفعال في تنظيف الكبد. طيب هو ليه بيعمل كده؟ لان هو بيحفز الكبد انه يطرد كل السموم اللي جواه. مش بس كده، ده بيساعدك كمان على تحسين عملية الهضم وتحسين حركة الامعاء، وده بيؤدي الى تحسين عملية الاخراج. الجنزبيل او الزنجبيل ليه خصائص شفاء طبية مشهورة ومعروفة جدا على مستوى العالم كله. الجنزبيل بيحتوي على مادة فعالة قوية جدا اسمها الجنجيرول. المادة دي من اقوى مضادات الاكسدة وكمان مضادات الالتهاب. لو عندك مستوى السكر عالي في الدم او بتعاني بشكل عام من ارتفاع سكر الدم، فان الجنزبيل من اقوى المواد والعناصر اللي بيخفض معدل السكر في الدم. كمان بيساعد بشكل كبير جدا على تحسين عملية الهضم، وان الاكل ما يفضلش فترة طويلة في المعدة، وبالتالي بيحسن من عملية الاخراج، وكمان بيقلل بشكل كبير جدا من كل الامراض المتعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي. ومن اقوى الفوائد اللي بيقدمها واللي ليها علاقة قوية بالحلقة دي وهو انه بيقوي من عملية حرق السعرات الحرارية. مش بس كده، لو انت بتاخده في اول اليوم بتلاقي ان انت بتحس بالشبع على مدار اليوم كله. واحدة من اقوى ومن اهم المكونات اللي موجودة في حلقة النهاردة وهو السينامون او القرفة. القرفة من الحاجات اللي بتعمل زي بوست او كده تعزيز قوي جدا لعملية الميتابوليزم او الايض الغذائي اللي بيحصل في الجسم. ده غير انها بتعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة انها بتزود من حساسية الانسولين، والحاجة التانية انها بتقلل من مستوى السكر في الدم. الحاجتين دول انا بعتبرهم مفتاحين مهمين جدا، علشان اولا انك تنزل في الوزن، تاني حاجة ان احنا نتحكم في مستوى السكر او مرض السكر وخاصة من النوع التاني. مكون ممتاز جدا بنصح بيه في معظم الحلقات وهو عسل النحل الخام. عسل النحل بيطلق هرمون مهم جدا اسمه السيروتونين. السيروتونين ده بقى اول لما يطلع في الجسم بيبدأ على طول المود بتاعك يتحسن، بتحس بالارتخاء، بتحس ان انت مبسوط. السيروتونين في جسمك بيتحول لهرمون تاني اسمه الميلاتونين، والهرمون ده يعتبر جوكر الحلقة لان هو اللي بيحسن لك من النوم بتاعك، سواء العمق بتاع النوم او سواء حتى المدة اللي انت بتنام فيها. ده غير ان انت لما بتستخدم العسل قبل النوم فده بيساعد الجسم بتاعك على انه يحرق سعرات حرارية اثناء فترة النوم. يعني انت بتكون نايم ما بتعملش اي مجهود والجسم عمال يحرق في السعرات الحرارية. المكون الرئيسي في حلقة النهاردة وبدونه كل المكونات اللي انا قلتها مش هتجيب التأثير اللي انا عايزاه، وهو الماتشا. الماتشا مهم جدا جدا لان هو مليان بمضادات الاكسدة، وده بسبب المكون اللي موجود فيه واللي اسمه الكاتيكين. المكون ده هيعزز ويسرع من عملية التمثيل الغذائي او الميتابوليزم اللي بتحصل في الجسم، وبالتالي هيساعد الجسم على حرق اكبر كمية من الدهون. المكون التاني في الماتشا وهو الإل-سيانين. الإل-سيانين ده اعتبره مهدئ طبيعي. اول حاجة ان هو بيديك حالة من الهدوء وبيخلي الاعصاب بتاعتك ترتاح وترتخي، بالاضافة لان الماتشا ليها تأثيرات صحية قوية جدا وبتنعكس على امراض كتير زي
زي مثلا لو كان عندك السكر او لو كنت بتعاني من اي مرض في القلب. ده غير ان هو يعتبر فايتر طبيعي قوي جدا لمرض السرطان. وطبعا اهم فايدة تخصني في حلقة النهاردة وهو النزول في الوزن وحرق السعرات الحرارية. اول حاجة هحتاج كوباية من المية، وبعدين هحتاج نص ليمونة نكون مقشرين القشرة بتاعتها بس الخيوط البيضة اللي فيها سيبها زي ما هي انا عايزاها. وبعدين هحتاج ملعقة صغيرة من الماتشا ونص ملعقة صغيرة من الجنزبيل ونص ملعقة صغيرة من القرفة. واخر حاجة ممكن تضيف للتحلية نص او ملعقة صغيرة من عسل النحل. المكونات دي كلها على البارد هنطحنها مع بعض في الخلاط، وبعدين هنصفيها ونشربها قبل النوم بساعة واحدة. هتلاقي ان انت بدأت تنام بعمق، الميتابوليزم او التمثيل الغذائي في جسمك هيرتفع بشكل كبير، ومش بس كده هتلاقي ان جسمك بدأ يحرق الدهون حتى اثناء فترة النوم. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد يستفاد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.